بنت اختي اتصلت بيا قالت لي العشاء عندك النهارده يا خالته. قلت لها تنوريني يا غاليه يا بنت الغاليه. قفلت منها واتصلت على طول. بعد جبت 3 ديوك وكانت المفاجاه ال3 ديوك عباره عن ديوك فيها سل. الديك اصلا عصفور بس عامل نفسه ديك، مع ان الوزن كيلو. اتاري كيلو قبل التنظيف. بعد التنظيف بيعمل 600 او 700 جرام. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه غلاب؟ لا، قلت انا هعمل خلطة مميزة احشي بيها الديوك واحول الديك من عصفور لديك مهيطل. بعد ما شطفت الديوك كويس بحتة ملح ومعلقة طحينة، بدأت اشيل الرقبة بتاعت الديك بحيث ان انا اقدر احشي منطقة الصدر بالرقبة كاملة، واقدر احشي تحت الجلد زي الحمام بالظبط بنفس الطريقة. طب يا ست البنات، افرض انا بحب اكل الرقبة، طب ايه الحل؟ هقول لك يا ست البنات تعملي ايه. بتدخل الرقبة لجوه عكس الاتجاه بحيث ان هي تبقى متجهة ناحية الصدر. بس انا بصراحة بحب اشيلها عشان خاطر بيبقى فيها التحصينات بتاعة التطعيم اللي بتتاخد في المزارع. جبت الكبة، حطيت فيها بصلتين وجرد فلفل اخضر، بذرتين توم، خلطتهم مع بعض. دي اللي هبتدي اجهز الحشوة بتاعة الديك. بحط الخلطة دي على النار وبقلب لغاية ما البصلة تدبل خالص يبقى لونها ذهبي. بعد كده بنزل عليها بالرز. هنا عندي 3 ديوك اخدوا مني بالظبط كوبايتين رز. كل كوباية رز اخدت كوباية وربع مية. انتي ممكن تبدلي برضو الرز بفريك، بس طبعا هتنقعيه 10 دقايق قبل الاستخدام. وعندي هنا الكبد والجوانس اللي هما بتوع الديوك قطعتهم قطع صغيرة وقلبتهم في البصل بالفلفل، لان طبعا العيال ما بتحبش تاكلهم على كده، فانا بستخدمهم في الحشوة من جوه بحيث ان تخلي الخلطة دسمة وفي نفس الوقت طعمها مميز. بعد كده بنوطي عليهم لغاية ما الرز يشرب المية. وبعد كده بتبلهم ملح وفلفل وكزبرة. طبعا انتوا عارفين ان رز الحشو ما بيستويش للنهاية، بيبقى نص تسوية عشان بيكمل السوا بتاعته داخل الديوك او الحمام، او لو حتى فراخ بيضة صغيرة. فانتي ما بتسووش تسوية كاملة عشان خاطر لما بيدخل تاني داخل الديك في المية بتاعت الشوربة بتزيد التسوية بتاعته، بتبص تلاقيه اتعجن. فلذلك انتي بتخليه لا نص تسوية، يدوب المية ما تلحقش تغطي الرز، حاجة بسيطة. واول ما يبتدي يغلي غلية بسيطة تروحي موطية وتسيبيه يستوي على نار هادية. بعد ما بخلص السوا بتاعت الرز بطفي عليه، بكبه في حاجة تكون واسعة شوية عشان خاطر يهدى. وبعد كده بمسك الديوك، بكون على جنب عاملة بصلة صغيرة فيها سنة فلفل وسنة كزبرة ناشفة، وابتدي ادعك بيها قلب الديوك من جوه. في الوقت ده انا بكون حطيت حلة على النار وحطيت فيها بصل وورق لوري وكزبرة وسنة فلفل اسود صغيرة عشان ما تسودش الشوربة. نبتدي نحشي الديوك تحت الجلد. ببتدي اكبس الاول من جوه وبضغط بصباعي لغاية ما يظهر الرز كله من بره، وببتدي اسويه ما اخلوش في مكان واحد متجمع، لا، ابتدي افرد بصباعي لغاية ما اسويه كله، وابتدي ادخل تحت الجلد واضغط بحيث ان انا اخليه مسطح، يعني اخليش الرز مركز في مكان واحد، لا. بعد كده بنقفل الديك كويس. بعد ما بخلص ال3 ديوك بحطهم في المية اول ما تغلي. طبعا خلي بالكم يا جماعة ان الديوك دي اصلا ديوك صغيرة، فمش هتحتاج نار، يعني ربع ساعة على النار حلوة خالص، يعني 10 دقايق لو انتي من محبين الحاجة مستوية زيادة عن اللزوم يبقى ربع ساعة، لان دي ديوك صغيرة مش هتتحمل نار. وعشان ما تبصيش تلاقي ان هي الرز فرجع معاكي ومنظر الديك اتبهدل معاكي. طبعا الديوك بتحب الملوخية الخضرة، يعني الديوك يبقى جنبيها يا اما ملوخية خضرة يا اما بامية خضرة وجنبيها مكرونة. انا الصراحة بحب كل حاجة يبقى ليها حاجة. فطبعا الديوك اصلا محشية رز،
فما اعتقدش ان انت ينفع تعمل رز تاني جنبيها يعني. فلذلك انا لما بعمل ديوك بيبقى دايما الديوك ومكرونة صغيرة، قصة صغيرة، وملوخية خضراء او بامية. بس بصراحة انا بفضل الملوخية الخضراء مع الديوك، والبامية مع البط واللحمة. فلذلك النهاردة بإذن الرحمن هنعمل ملوخية خضراء، وهوريك ازاي ممكن تعمل الملوخية الخضراء في الكبة وتطلع معاكي خضرة اللون وفي نفس الوقت بدون اي مجهود ولا مخرطة ولا تعب. خليكي لنهاية الفيديو وانت هتشوفي ازاي. بنغسل الملوخية ونشفها عادي، بنحطها في الكبة وبحط عليها كبش من الشوربة، سواء كانت بتاعة الديوك او شوربة لحمة، الشوربة المتوفر عنديكي، وبتطحنيها بالكبة. على فكرة بنفس الطريقة ممكن دي تفرزري الملوخية في الفريزر، بتطحنيها في الكبة وتحطي معلقة شوربة صغيرة عشان خاطر الكبة ما توقفش، وتبتدي تعبيها في اكياس وتشيلها في الفريزر. مجرد ما بتطلعيها بتبقى لونها اخضر كأنك دلوقتي جايباها. في تكة حلوة هنا هقولكم عليها عشان تاخدي اللون الذهبي في اي تحمير. بندهن الطيور بمعلقة من الزبادي، سواء كانت ديوك او حمام او بط او فراخ، او ممكن تدهنيها برضو بمعلقة لبن. وعلى فكرة ما بيظهرش ريحة ليها خالص، عشان بعض الناس ممكن تعتقد ان الزبادي او اللبن هيعمل زفارة. لا، بالعكس بيساعد على التحمير بسرعة وان هو ياخد اللون الذهبي بمنتهى السهولة. بعد ما بيستوي بحط عليه رشة ملح وفلفل كزبرة مطحونين مع بعض. بصراحة انا بعتمدها في كل وصفاتي. بس فما شاء الله شايفين، الله اكبر، بس اللون منتهى السهولة، مبياخدش اي وقت معاكي، وفي نفس الوقت مش هتستخدم زيت كتير. الحركة دي هتخليه ياخد اللون بكمية زيت قليلة. بعد كده كان عندي حتة سمنة بلدي، سيحت لزوم تكملة الطبخة بقى عشان خاطر نعمل بيها الطشة بتاعة الملوخية. طبعا السمنة البلدي بنعرفها استوت ازاي لما تبتدي تعمل الريمة الحمرا من فوق. احنا طبعا مش هنستنى تعمل درجة الريمة الحمرا دي عشان التومة ما تتحرقش معانا. اول ما نحس ان هي هتاخد اللون ده بنروح نازلين بالتومة نروح كبين عليها الملوخية. بص هتلاحظوا ما شاء الله الملوخية بتاعتنا خضرة حلوة ازاي. اللي بيحافظ على اللون الاخضر للملوخية برضو شوربة الديوك او الفراخ اكتر من شوربة اللحمة. شوربة اللحمة ساعات كتير بتكون سبب اساسي في ان تخلي الملوخية ما تاخدش اللون الاخضر الزاهي ده. ممكن لو هتعمليها بشوربة لحمة بتحطي سنة معلقة من الكربونات عشان خاطر تحافظ على اللون الاخضر. طبعا ريحة السمنة البلدي في طشة الملوخية ليها احساس تاني خالص بصراحة، بتظبط المعيلة فعلا فعلا في قلبك. واهم حاجة في طشة الملوخية شهقة الملوخية، محدش ينساها يا جدعان. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسينيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. كنتم مع قناتكم صناعة السعادة أم كيان.